اهلا بيكم في فيديو جديد. هاتي بقى بنطلون من بناطيل ولادك الصغيره القديمه اللي انت مش محتاجاها، وبس البنطلون يكون قطن، اي حاجه تكون قطن. هاتي بقى فردة شراب تكوني ضيعتي اختها، وهاتي طاسه القلي اللي محيرانا كلنا دي، اللي هي بيتراكم عليها الدهون ما تعرفيش بتيجي ازاي، وبنبقى مش عارفين ننضفها ازاي. دي بقى احنا مش هننضفها لا بميه ولا بصابون، ولا هنجيب عليها نقطه ميه الا لما نشيل الدهون من عليها تماما. تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا بقى، انا الطريقه دي متبعاها بقالي كتير، وهي ان انا بجيب الحله اللي انا عايزه اغسلها. طبعا انا بقلي في حله، معروف عني من زمان ان انا بقلي في حله، مش بحب القلي في طاسه، لان الحله بتبقى الحفه بتاعتها كبيره شويه عاليه كده، فما بتطرطش البوتاجاز زيت وتبهدله كده. وابدا بقى ان انا اسخن الحله دي كويس جدا على النار، وبالمعلقه واكحت الدهون بلاقيها. بصوا الدهون كلها بتطلع في دقايق، فانا مش بتعب خالص فيها. طبعا في ناس هتقولي طب انتي تسيبي ليه الحله او الطاسه توصل للمرحله دي، احنا نغسلها بعد كل قليه. فعلا انا بعمل كده، لكن دي كانت ظروف خارجه عن ارادتي بقى، ان انا اسيب يعني حاجات كتير في البيت عندي اتدمرت واتبهدلت بصراحه، لان قعدت فتره كبيره ما نضفش البيت، كنت بعمل حاجات بسيطه كده. فيعني كل واحد كده بيمر مننا بظروف بتبقى خارجة عن ارادته. فهنا بقى الطاسة وصلت معايا، او الحلة وصلت معايا للمرحلة دي، فقلت لا، قبل ما اقلي فيها، انا كنت هبتدي اقلي فيها دلوقتي، قلت لا انا هبتدي ان انا احطها انضفها الاول. فقلت بقى اصور معاكم الفكره دي، لان بصراحه دي سهلت عليا قوي، وفكره من الافكار اللي انا بحبها. الطاسه من بره او الحله من بره جبت لها الفرشه دي. الفرشه دي كانت عندي، كنت شاريها من رنين ب20 جنيه، هي فرشه سلك تمام. يعني بستخدمها بصراحه، ليها استخدامات عندي كده حلوه. هنا بقى حطيت عليها السلكة الستانلس دي، قلت برضو اجربها كده، فلقيتها برضو بتنضف حلو معايا، فالفرشة كانت بتنضف حلو. وبرضو لو حطيت لها سلكة ستانلس كده هتنضف برضو كويس. طيب لو انا مش عندي بقى الفرشة دي اعمل ايه؟ ممكن تنضفيها بالسلك الستانلس لوحده، بس هتمسكي السلكة مش بايدك طبعا مباشر، علشان ايديكي ما تتلسعش من النار. هتمسكيها بالفوطة القطن. بصوا بمنتهى السهولة، يعني بيطلع معانا كل الدهون. الحلة دي يعني ممكن تاخد معاكي 10 دقايق، ربع ساعة بكتير قوي وتنضفيها. الاول بقى كنت اجيب ملح ليمون وكربونات ومش عارفه اعمل لها خلطة كده، بس بصراحة الطريقة دي احسن بكتير. وبرضو هبقى اعمل لكم طريقة للطاسات اللي هي التيفال والسيراميك وكده، برضو في طريقة كده ليهم، مش زي كده طبعا، بس يعني مشابهة للطريقة دي. هنا بقى بدأت ايه بعد ما خلاص خلصتها، اللي هي الحاجات البسيطة دي عملتها بقى بالسلكة والصابون، ونطفت معايا على طول. مش عارفة ليه لما بيصنعوا الطاسات بيصنعوها الحافة بتاعتها صغيرة قوي، طب ما يخلوها حافة عالية كده، علشان ما نطرطش البوتاجاز زيت ونبهدل الدنيا دهون. يعني شايفين الحلة دي بتريحني شوية في الطرطشة بقى، بتطرطش وبتطلع دهون بره، بس مش زي الطاسة. وتحطي بقى فيها كمية زي ما انت عايزة. بصوا انا هنا كنت هقلي، فقلت ايه اوريكم، هي بصراحة بتبقى حلوة جدا في القلي. فاعملوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم فيها، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم فيها، لان بصراحة الطريقة دي ريحتني كتير في تنظيف الدهون بتاعة الطاسات. هنا بقى هنجيب طبق نحط فيه مية سخنة، لازم تكون سخنة جدا من السخان، نحط فيه شوية من الخل، ونحط فيه شوية حلوين كده من الخل، ونحط فيه شوية صابون مواعين صغيرين خالص. وهقول لكم برضو بديل للموضوع ده. هنعمل ايه بالطبق ده؟ بصوا بقى، في فكرة كده انا اتبعتها بقالي فترة. انا كنت بسيب حيطان المطبخ عندي اسيبها كده يعني مع التنظيف العميق، كل ما اعمل تنظيف عميق للمطبخ اعمل معاه الحيطان. لا، جات لي بقى فكره حلوه كده، وبقيت متبعها بصراحه بقالي فتره. الحيطان بتاعه المطبخ ما بقاش عليها دهون نهائيا، فالمطبخ على طول نظيف، وفي نفس الوقت بدون اي مجهود خالص. جبت بقى البنطلون، حطيته في قلب الميه اللي حطيت فيها الصابون وحطيت فيها الخل، وبدات ان انا بليته وعصرته وحطيته على المقشه القديمه دي مقشه قديمه طبعا. المقشه عندي التانية اللي هي اللي مرضتش احطه في المقشه التانية، عشان وريتها لكم ان هي ما كانتش هتنفع. فمش لازم تكون قديمه، يعني عادي اللي انت بتستخدميها، بس لو تنفع تدخلي فيها ايه البنطلون ده. اللي استخدمت هنا البنطلون لقيته بصراحه اسهل حاجه ممكن تعملي بيها الحيطان،
وسهل ان انتي تلبسيه كده في المقشه، اسهل يعني من الفوطه ان هي تقع من على المقشه وكده. طيب الطريقه دي بقى هتخليكي ما تحتاجيش منظفات قويه علشان تشيل الدهون من على الحيطان، لا انتي بمجرد شويه صابون شويه خل. طبعا البديل بتاعهم ان انتي تحطي شويه منظف سيراميك وتريحي دماغك. لكن لو مش عندك اي منظف، اي نوع من انواع منظفات السيراميك، فاستخدمي شويه خل وشويه صابون. الخل هنا حلو ان هو هيديكي لمعه وهيقطع الرغوه، فمش هيخلي فيه رغوه للصابون. تمام. فانت مش هتحتاجي تشطفي اصلا، امشي بس كده على الحيطان، مش هياخدوا معاكي 5 دقايق حيطان المطبخ كلها، وهتفضل حيطان المطبخ عندك نظيفه. ومش هتحتاجي ان انت اصلا تعملي اي تنظيفات عميقه للمطبخ، بقى المطبخ بتاعك اصلا على طول نظيف. لان اكتر حاجه بنحتاجها نعمل تنظيف عميق علشان هي حيطان المطبخ. فلما تكون الحيطان نظيفه خلاص انت مش محتاجه كده في التنظيف العميق حاجه. انت لو بتعملي كل يومين، حتى كل 3 ايام بتعملي درج في المطبخ بس، فخلاص المطبخ بتاعك كله نظيف. طبعا انا كل شويه بروح جايه فكاها ورايحه على الميه اللي انا حطاها. الميه لازم تكون سخنه، بروح جايه حطاها في الميه وخلاص. واروح جايه يعني حطاها في المقشه تاني. وادي بعد ما خلصت حيطان المطبخ، شايفين انها مطلعه اتساخات رغم ان هي الحيطان كانت نظيفه وعاملاها اول باول. اعمليها بقى كده في الروتين الاسبوعي بتاعك، او كل كام يوم كده لازم على طول الحيطان تعمليها اول باول. بالفكره دي حلوه قوي وهتسهل عليكي. كمان لما يكون عندك مثلا عزومه، طبخت كتير في المطبخ، كميه طبيخ كده او كميه قلي في الزيت، فالحيطه اللي ورا البوتاجاز دي بالذات دي لازم على طول تتعمل اول باول. هي اكتر حيطه بتلم دهون يعني من رايي. هنا بقى جبت بخاخه وحطيت فيها برضو خل، وهحط فيها شوية صابون، ودي هتسهل عليا تنظيف حاجات كتير في المطبخ من اهمهم البوتاجاز. وهنا بقى هنجيب الشرابات القطن. بصي ما ترميش اي شراب قطن عندك، لان انا اكتشفت يا جماعة ان الشرابات دي حلوة جدا في تلميع الستانلس. بص بقى الشراب، انا بحب اعمل الفكرة دي، يعني كنت عملتها معاكم كده من 2 3 سنين، بس انا بحب اعمل الفكرة دي لتنظيف الانتريهات وكده والحيطان والحاجات دي. كنت عاملة معاكم الفكرة دي قبل كده بقالها كتير، بس انا هنا قلت اجربها في تنظيف برضو البوتاجاز. حلوة. لكن احنا طبعا هنكسل نعمل الكلام ده، ان احنا نحط فردة شراب كده نحط فيها فوطة. فحبيت ان انا اكرر معاكم الفكرة دي لان الاسفنجة بتدي متانة شوية، يعني فردة الشراب كده بتعمل لها اللي هو بتعرفي تمسكي بيها اللي هو فردة الشراب، بتحس ان هي فوطة معاكي. لكن فردة الشراب دي بجد من الحاجات اللي بتلمع الستانلس جدا. ودي بقى هنا انا عايزة اقول لكم ان انتي البوتاجاز لما تعملي البخاخة دي عندك وتخليها كده، هتسهل عليك ان انتي على طول البوتاجاز ممكن تعمليه 2 3 في اليوم. كل ما تستخدمي البوتاجاز اعملي على طول، لمعيه على طول، مش هياخد منك اي وقت خالص. مش لازم ان انت تشيلي عيون البوتاجاز يعني كلها كل ما تيجي تنضفي. انا مش بشيلهم غير لما الاقي عين مثلا وقع عليها حاجة، عين عايزة تنضف. غير كده لا خلاص مش بشيلهم، بسيبهم كده. البرد مبهدل صوتي ومبهدلني يا جماعة، انا عندي برد بقالي شهر ونص مش راضي يروح، فالحمد لله. فصوتي ضايع يعني، انا كل شوية اوقف التسجيل او اعيد من اول وجديد، فاعذروني بقى لو لقيتوا اخطاء كده. هنا شلت حاجات من البوتاجاز اللي كانت عايزه تتغسل. العيون هما الاتنين دول بس اللي حسيت ان هما عايزين يتغسلوا. كل ما تسهلي على نفسك الحاجه كده يعني هتقدري ان انت تستمري عليها. فمش لازم انت مثلا لما تيجي تغسلي البوتاجاز تفضلي تغسلي في الحمالات وتغسلي في كل حاجه، لا هو غسله سريعه كده. مثلا في التنظيف الاسبوعي تقدري ان انت تعملي كل حاجة بقى في المطبخ. هنا بقى خلاص الفيديو بتاعي خلص النهاردة، لكن انا هتكلم معاكم شوية للناس المتابعين بتوعي. فالجزء اللي انا مصوراه ده كان متصور في يوم لوحده. حبيت ان انا اتكلم معاكم في الظروف اللي انا مريت بيها الفترة اللي فاتت بتاعة القناة وسرقة القناة، وما بقاش ليا على القناة حاليا غير فيديو واحد. بس الاول المعجون اللي انا استخدمته هنا للحوض، المعجون ده انا كنت عاملاه معاكم من حوالي 2 سنين لتنظيف وتلميع كل حاجة في المطبخ. وده كان عبارة عن زيت وملح ليمون وكربونات، وهي كانت خلطة كده انا كنت عاملاها وكانت بصراحة حلوة، بس كنت حطاها في برطمان عندي، فلما بلاقي ان انا مفيش عندي منظفات بطلعها كده واستخدمها.
فهي بتنضف وتلمع الحوض كويس، ولكن ملح الليمون والكربونات يعني لوحدهم بصراحة بيغنوا عنها واحسن بصراحة. يعني انا يعني مش يعني في حاجات احسن من حاجات، فهي برضو خدت وقت ومجهود شوية، وبرضو ما ادتنيش النتيجة اللي انا برضو ايه يعني كنت منتظراها. القناة ايه اللي حصل لها؟ القناة طبعا اللي حصل انا مش هطلع خالص ان انا اعيط ولا اقول لكم الحقوني ولا قناتي اتسرقت، ده كله مش هيفيد. انا لما قناتي اتسرقت بدأت ان انا اسأل واتواصل مع الناس اللي هم بيفهموا في شغل القنوات والحاجات دي، وبدأت ان انا اتواصل معاهم، وبصراحة مفيش حد رفض خالص ان هو يساعدني يعني. وبس. في ناس بقى قالوا لي اعملي، يعني كل الناس القريبين مني قالوا لي اعملي قناة جديدة، بس انا الصراحة يعني سهل ان انا اعمل قناة جديدة، لكن مش عارفة ليه كانت نفسيا كده ما كنتش حابة الموضوع. حاسه ان انا لا، انا عايزه قناتي، عايزه اللي انا تعبت فيها. انا خلاص ماليش خلق ان انا اعمل قنوات من اول وجديد. مش عارفه. في تعليق كده جالي بتقولي انتي بعت القناه وبتضحكي علينا. طيب انا بعت القناه ازاي رجعتها تاني يعني؟ مش فاهمه. طيب لو انا حتى اجرت القناه زي الناس اللي بتاجرها دي، فالفيديوهات مش هتتحذف. يعني الناس اللي بتاجر القنوات الفيديوهات بتاعتها ما بتتحذفش، بتفضل زي ما هي. بالعكس يعني مش من مصلحه اللي بياخد القناه ان هو يحذف فيديوهاتها. فالحمد لله، انا والله مش بقول غير الحمد لله في السراء والضراء. الحمد لله. دي كمان حاجه يعني انا اقدر اعوضها. فالواحد لما بيتكسر منه كوبايه كده بيقول الحمد لله ان هي جت فيها. فالحمد لله طول ما جوزي بخير، ولادي بخير، اهلي بخير، يبقى الحمد لله انا بخير. والقناة اقدر اعوضها واقدر اعمل قناة تانية وتالتة حتى لو ما كانتش رجعت. فالحمد لله في السراء والضراء. وشجعوني بقى على الفيديو ده علشان ده كده اول فيديو بعد رجوع القناة. فشجعوني وحطوا بقى لايكات كده على الفيديو، واكتبوا لي تحت عايزين فيديوهات ايه، لان انا بصراحة ناسية فيديوهاتي وناسية انا كنت اصلا بشتغل وبعمل ايه. فشجعوني كده وقولوا لي ايه الفيديوهات اللي انتوا كنتوا حابينها علشان اعيدها معاكم ونعملها من اول وجديد. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.